صوص الشوكولاته البيضاء لو انتي بتحبيه وعلى طول بتستخدميه وبالغالي بتشتريه، تعالى اقولك ازاي في البيت تعمليه بطريقه سهله مش هياخد معاكي غير كام دقيقه، وهتزيني بيه الكيكات والفاكهه وكمان المعجنات. وعلشان تعمليه يا ست البنات، هاتي الهاند بلندر والدرق بتاعه وانزلي فيه بنص كوبايه لبن متلج ما يعادل 100 ملي، وانزلي عليه بنص كوباية سكر بودرة 4 معالق كبار ما يعادل 100 جرام، واخلطي خلطتين 3 لحد السكر ما يدوب في اللبن. بعد كده هنحتاج ل3 معالق كبار لبن بودرة اللي هو مقداره نص كوباية ما يعادل 50 جرام، ونخلط خلطتين 3. بعد كده هننزل بظرف فانيليا، وهنحتاج لتلت كوباية زيت يعني 70 ملي. بس الزيت هننزل بيه شوية بشوية، هتلاقي الصوص تقل معاكي. لو نزلتي بالزيت دفعة واحدة الصوص هيبقى خفيف معاكي. تقدري كمان يا ست البنات تحضريه في الخلاط، هتحطي كل المكونات في الخلاط ما عدا الزيت وتشغلي كويس لحد كله ما يختلط. بعد كده هتشيلي الغطا بتاع الخلاط والخلاط شغال وتنزلي بالزيت خيط رفيع، هتلاقي الصوص واحده واحده تقل معاكي وبقى بالقوام ده المظبوط. وعلشان تعرفي ان هو مظبوط، بعد ما تخلطي كويس مشي صباعك شويه كده على المعلقه او على الهاند بلندر، هتلاقي ان الصوص مش بيسيح معاكي بسرعه ومتماسك ومعلم مكان ايديكي. يبقى كده هو مظبوط. عبيه في البرطمان هيتقل معاكي وزيني بيه احلى كيكه.